السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتساب جايز، معكم دي جي دولا. كيف حالكم؟ والله الحين اخبركم موضوع. الحين غيرت النيك نيم عشان الحين راح احط فيديوهات حق جيمنج. فعادة النيك نيم حقي هو باور، ما العب جيمز فهو باور. بس الحين خلينا في الموضوع، خلينا في الفيديو. وايش في الفيديو راح نسوي؟ في الفيديو راح نشرح فيه لعبة اسمها ليج اوف ليجند. نشرح فيها ان هذه اللعبة اللي احبها انا، لعبة مفضلة لدي. فهذه اللعبة لعبة استراتيجية وحلوة وجميلة في كثير من الاشياء. لعبة استراتيجية زي اللي يلعبون سمايت، انا زيها لكن افضل. او يلعبون دوتا 2 نفسها لكن افضل بعد. في العاب نفسها لكن مختلفة، مدينة 2 ام الشعوب. لكن في شيء واحد بس، فقط في شيء واحد في هذا الجيم هو المميز فيه صراحة وانا عجبني فيه، ان في هذا الجيم هذا ما يرتكز على الشحن. يعني لعبة مجانية، طيب، او اهم شيء هذه لعبة مجانية وما يرتكز نفس متين 2 انك تشحن تكون افضل من بين كلهم. لا، هذا لو تشحن يعطيك اشياء بسيطة وزي كذا، واشرح لكم بعدين وش هي اشياء وزي كذا. هذا نظام لعبة استراتيجية، خريطة في انواع واشكال. فاشرح لكم اللي معروف اسمها سمر فريف، ان تلعب 5 ضد 5، فريق 5 ضد 5. ان وفي هذه اللعبة في الشامبيون وهم الشخصيات تتحكم فيها، هم تروح وهم تذهب. نظام اللعبة لازم يكون معك ماوس، عشان معك ماوس مكتبي. ما يحتاج جهاز، يحتاج جهاز قوي، بس يكون معك جهاز قوي اقل يعني الرام يكون 2 جي بي، والجرافيك كارد زي كذا يكون شوية احلى عشان يمديك تلعب يعني كويس. فنظام تلعب لازم يكون معك ماوس جنبك، ماوس وتلعب على الكيبورد. يعني يدك على الماوس ويدك الثانية على الكيبورد زي كذا. وما هو ما نفس نظام سمايت، هو نظام دوتا 2. اذا حد يعرف اللعبة دوتا 2 فنفس نظام دوتا 2. فاللعبة حلوة، استراتيجية جميلة، عجبني فيه. في شامبيون وكل شامبيون فيها سكن، والسكن يعني يغير شخصية، يغير شكله زي كذا. وفي اللعبة وفي كل شخصية يختلف عن الثاني، ما في شخصية كلنا متشابهة، كلهم مختلف يعني في الحركات، في طريقة هجوم، في السبيلات حقهم زي كذا. في اللعبة يعني في نظام. هذا الماب عندكم الجنجل. هذا هو الجنجل، هذا هو الجنجل، هذا هو الجنجل اللي فيها وحوش. طيب، فيها وحوش. عندك أكس... آه... نحن نسميها بلو بوف. تمشي راح يعطيك بلو بوف، وهذا البوف يعطيك المانا، وهذا يعطيك ال البلو ريد بوف يعطيك الكرتشر كول داون، كرتشر شانس زي كذا، يعطيك اتاك ديمج اكثر. هنا حل مانا زي كذا. لكن شخصية يختلف عن ثاني، من في انواع اشكال. في عندنا 3 خطوط، 3 فرق. الاول هم التوب، توب لاين، التوب لاين. طيب، وهنا الميد لاين، وهنا بوت لاين. هذا البيس حقكم. طيب، شوف ال3 مربعات راح هنا يكون فيها النكسس. وهذا النكس استغفر الله، ما نكس، الهيبتا. هذا الهيبتا العدو يمنع العدو ان يجيب السوبر مينيونز. والمينيونز أو مينيونز يكونوا صغار وهم يمشون على الخط، اللاين حقهم. طيب، هنا في النكسس، المركز، القلب، قبل البيس، قلب القلعة زي كذا، قلب البيس. طيب، إذا دمر تخسر. زين، وهناك في التورنت، تورنت تاورز. هذا التورنت يوم تقترب منه دمج حقه، يعني الهجوم حقه عالي. يعني تدخل عليه
تنتبه. هناك في خط حق خط دايرة، تدخل على دايرة راح يهاجمك كذا، انت راح يهاجمك. يعني من عند الفريق الأخضر تروح على النكس. أول نكس راح يكون هنا. طيب أول نكس راح يكون هنا. هنا في يكون داير عليه، يعني تلعب في كونك مبتدئ، بعد انت تمشي بتعرف الباقي. الدمج انت لا تنتبه، يعني تدخل هنا لا تدخل مع المينيونز، الأقزام الصغار. طيب تدخل مع المينيونز عشان ايش؟ النكسس بيهتم في المينيونز، ما راح يهتم فيك. اذا انت هاجمت واحد من الشامبيون العدو وانت داخل دايرة النكسس، راح يهاجم عليك انت. فهذا خليها في راسك. عندك البارون والدراجون. الدراجون هو يعطيك قوة، يعني ما يعطيك قوة زي كذا، زي هذا الوحوش يعطيك قوة قليل. هذا لهم يعطوك هيلث قتلتهم. هنا يعطيك قوة، هناك يعطيك البوف أحمر. هنا البارون هذا الأصعب شيء يعني تدمره في الجيم في هذه الخريطة. يوم تبدأ تدخل تلعب عندك من ليفل صفر، من ليفل 1 تو ليفل 18. ليفل 18 حد الأدنى حق الجيم. طيب هناك في ستورز، في هناك الستور، هناك في متجر تشتري الايتمز. الايتم راح يعطيك القوة، يعني تشتري الاغراض ولا زي كذا تولز زي كذا راح يعطيك قوة. كل تولز لها خاص يعني حق كل شخصية. فأرجوكم تنتبهوا تراجعوا قبل تلعبون جيم، تراجعوا تدخلون زي كذا تراجعوا. فهذا البارون وصعب يعني تهزمه. أقل شيء يكون ليفلك أقل شيء صراحة أنا عليه 12. أقل شيء 12. بعد ما كذا إذا ليفلك 12 تبى تبش وحدك، لازم تبش مع التيم مالك، التيم حقك، الشامبيون حقك، الفريق حقك. فانتبهوا يعني زي كذا. اللعبة سما فريفت جميلة، يعني الناس يلعبونه. وفي اللعبة في الجيم اللعبة انك تدخل ان تبدأ بالليفل صفر، ليفل صفر للليفل 30. بعد ليفل 30 هناك في جيم اسمه رانكد. هذا الجيم يعني هذا الجيم يعني حيعطيك تصنيفات زي كذا، يعني انت قوي، انت تعرف تلعب وانت زي كذا. يعني لا يعني انصحكم اللي حاب يلفل نفسه بسرعة هذا غلط. حاول ان تصبر، هذه اللعبة فيها صبر. يعني انا صراحة يوم لعبت فيه اول مرة انا نوب، كنت نوب لدرجة يعني لحد الحين نوب، يعتبروني نوب. لحد الحين دخلت رانكد زي كذا يعتبروني نوب. لكن صراحة طريق اللعبة حلوة. وكما فصلت خبرتكم زي كذا وشاب من هذه الايتمات. اول ما تدخل الجيم يكون عندك ستور، المتجر، تشتري متجر الايتمات. هذا حق الاتاك دمج، الهجوم الهجوم زي كذا، يعني الهجوم بالسيف زي كذا، او اتاك دمج يعني من القريب، يضرب من القريب الايتم. وادي كاري هو حق الهجوم، يعني القوة بس انه يضرب من بعيد. طيب عندك هالابيليتي باور اللي يعطيك قوة سحرية، قوة ماجيك سحرية زي كذا، وتلعب فيها شامبيونات سحرية. عندك الجنجل، في شخصيات يمشون الجنجل كما خبرتكم. هذا الجنجل إذا في شخصية يمشي في الجنجل زي كذا. ففي شخصيات يعني صراحة ما اقدر، يعني في كثير من الامور لازم تعلموها بوحدكم، وما اقدر يعني اخبركم. فكثير ممكن تحبونه زي كذا. فالشرح يعني هذا اللعبة حلوة وزي كذا. القصة ان في اشخاص يعني ما شاء الله عليهم من قبل اول ما نزل يعني بدأت الالعاب زي السرقية تنزل وجميل زي كذا حق بلاي ستيشن 1 زي كذا. يعني نقول من 2000، هو قديم ما اقدر اقول لكم متى اللي قبل ذا الجيم، لكن قديم لعبة حلوة. هذا الجيم صنعوها اشخاص الحين اشخاص صنعوا هذا الجيم والحين ماتوا. اشخاص بتوع الجيم يلعبوا من نفسهم، وقالوا خلينا نجرب ان ننشر الجيم وزي كذا. فنشروا والناس حبوه وحطوا في الماف وين وزي كذا ولعبونه كثير. انصحكم فانصحكم ان في الجيم في هذا نظام سيرفرات، وفي سيرفرات كثير، في سيرفرات كثيرة، في سيرفرات خاصة ما حد يعرف فيها. طيب هنا في سيرفرات الامريكي شمال امريكا، في سيرفر لاتيني شمال لاتينية،
يعني شمال أمريكا اللاتينية، جنوب أمريكا اللاتينية. في سيرفر حق برازيل، في سيرفر حق تركيا، وفي سيرفر حق أوروبا. في أوروبا في سيرفرين، في سيرفر ويست الغرب، في سيرفر نورديك اند ايست، شمال الشرق، شمال الشرقي زي كذا تقولون. طيب فأنا ألعب في هذا النظام نورديك اند ايست. فأنا يعني هنا أنا صراحة جربت هنا، حصلت كثير من الأوبيس والأوبيس، يعني أشخاص يعرفون يلعبون، يعني يعرفون جد، يعني ممتازين، يعني يعني يقدر يهزمك بكل سهولة. فنظام ان الجيم، انصحكم في نظام جيم لا تجوا تمشون كذا سيدة تقول سهل خلاص ادخل هنا ودمر، لا، هي نظام صعب. يعني دوتا، نظام دوتا كذا تدخل سهل، حتى تدخل سهل، يعني ما فيها صعوبة. لا، هذا نظام صعب، نفس سمايت لكن اصعب من سمايت، يبالي شوية عقل كيف تمشي ف يعني اذا حابين اذا زي كذا، بس خليكم افهمكم طريقة شرح السيجن اب جوين. فاول شي تكتب النيك نيم حقكم زي باور دولة زي كذا، ما هذا، وتحط الباسورد. باسورد يعتبر من كلمات وارقام، يعني خلينا نكتب الباسورد زين، ما تحطون هنا مرة ثانية زي كذا. يعني زي كذا تحطون هنا الرمز هنا، تحط الايميل. ما زي نص الالعاب تحط الايميل وخلاص تدخل، لا، تحط الايميل. اذا صار لك مشكلة ولا زي كذا، يعني اذا صار لك حسابك، لان اللعبة فيها شحن، يعني لازم تعطي ايميل كونفيج، يعني تأكد من الحساب، تحط 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 تاريخ ميلادك مهما كان، يعني تقدر تلعب. هنا دقيقة لازم تنتبهون في اي سيرفر تلعبون، في اي سيرفر تلعبون تحبون. في سيرفر شمال افريقيا، كما قلت لكم، شمال امريكا، يعني امريكيين كنديين زي كذا. الاي يو اس شرق اوروبا، نوردك الايست شمال الشرقي الاوروبي، برازيل تركي، سيرفر تركي، سيرفر روسي، شمال امريكا الشمالية اللاتينية، امريكا امريكا الجنو... امريكا الجنوب، امريكا الجنوبية اللاتينية، ولا اوكسينيا، يعني القسطانية شوية يعني صعبة، يعني ما اعرف صراحة، انا جربت صعبة تنطق هذه الكلمة. طيب بعد ما تحط السيرفر اللي تحب تدخل فيه، تقيسه هنا سجل مي اب فور ذا نيو ليستر، يعني البداية، وتحط الرمز وسو فور فري. الحين اذا انت الحين ما يعني الحين راح يعطونك البرنامج تنزله، تنزل التثبيت، تنزل البرنامج وتثبته في نظام الجيم. انت تدخل بعد ما تيجي تشغله زي كذا، راح يطلع لك كذا. فهذا نظام اللعبة. يعني هنا اذا انت نتك مخيس، هنا راح يبدأ ينزل اللعبة الحقيقية فيها، ينزل اللعبة، يعني اللعبة تقدر تلعب فيها والسيرف وزي كذا. اوكي، انت خلاص من الحين خذيت نوردك ايست، هذا هي هنا راح يطلع لك. اذا انت خذيت هنا اي او اس، راح يطلع لك هنا اي ويست. فلازم تنتبهون ان كذا فما نصهم يتلخبطون، لما يجي ينزلون ينزلون وحملوا اللعبة وقت اللوج ان، استغرب يكتب له اليوزر نيم والباسورد غلط، الاسم المستخدم والرمز المستخدم غلط. انت فاهم؟ فهذه اللعبة اذا نتك خايس بطيء، ما كذا زي كذا، قول 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 6 ساعات، 12 ساعة عشان تنزله. انا صراحة نزلت في ساعة 3 ساعات، لان كان نتي حلو، سرعة ما بين 300 كيلو بايت، 300 400 كيلو بايت، فنزلت بسرعة. فالحين هو في باتش، في ابديت جديد راح ينزل،
فيمكن راح يكون ملف حجمه اكبر لان في تغييرات كثير كثير كثير. حتى الماب اللي قلت لكم عنكم راح يتغير كليا، بيكون نفس النظام لكن ايش راح تغير في الشكل وزي كذا. فالنظام اذا تنزل تنتظر ستيب 1 راح ينزل لك ستيب 1. بعدين في تو ستيب، في يعني هي خطوتين. الخطوة الأولى خلاص راح ينزل واحدة، والخطوة الثانية راح ينزل واحدة كلهم اوتوماتيك تنزيله. فبس ياخذ وقت إذا عندك صبر كذا. لكن لازم تنتبه في شيء واحد لا نركز عليكم، انكم يبقى تلعبوا جيم اقل يعني تخلي اقل شيء. يعني إذا دائما الاهل ينادوكم زي كذا من فلان تعال هنا ساعدني فلان اريدك في شيء وكي، على الاقل تروح تخبرهم اني راح بكون مشغول او راح العب لمدة ساعة. يعني اعطي لنفسك مدة ساعة قبل تروح تبدأ تساعد احد ولا زي كذا، عشان راح يعني إن في اللعبة فيها نظام باند. يعني تلعب جيم كل ساعة تروح تأفك يعني تكون بعيد عن الكيبورد عن اللابتوب، تروح ترجع كذا راح يعطونك باند. اول يعني انت بالبداية ما يعطوك، لكن انت كل ما تكثر يعطونك باند. فانت مثلا لو واصل ليفل زي ليفل 20، طيب ليفل 20 وانت تبى تكمل وتخيل يعطوك باند لمدة اسبوع، انت ايش راح تسوي في هذا الاسبوع؟ قلت يعني بتقول في النص بيقول يا اخي بمسح اللعبة نظام باند ما حلو زي كذا، لا يعني. او في النص راح يفتحون حساب ثاني يلعبون فيه، لكن بيقول ايش فايدة يعني ليفل 20 كذا راح العب مع نوبس زي كذا. لا هذا يعني ما خير. لا تلعبون نظام حلو يعني، خليكم كما قلت لكم خليكم ساعة مع بينكم. فنظام تدخل بلاي زي كذا بعد ما تخلص تحميل تدخل بلاي. الحين هذا الديسكتوب راح يطلع لكم، هذا الديسكتوب راح يطلع لكم زي كذا. تكتبون هنا اسم مستخدم اللي تحبون، هذا اسم مستخدم حقي، وهنا تكتبون باسورد رمز حقه اللعبة من دخلت من هنا تسوي لوج ان. هاي يعني الحابي دايما بلاقي يتعب نفسه يسوي هذا، يدخل يسوي يعني يكتب يوزر نيم كذا يضغط هذا كذا، هذا تفتح حساب. الثاني تنسى اذا نسيت الاسم، والثالث اذا نسيت هذا. الحين هذا نظام اللعبة زي كذا تشوفونه. هذا بلاي. هنا انتبهوا، هنا رانك، هنا الشخص اللي يلعبون فيها رانك يلعبون كذا. هنا يطلع لكم الاخبار، هنا يعطيك الفيديوهات اللي نازل، اي فيديوهات حق الاشخاص حق اللعبة حق الشامبيون اللي نازل جديد. هنا الايتمز ايتم يعني زي سكن، هذا الحين سكنات اي داينو جنار. هذه الشخصية جديدة نزلت هذه الفترة بالاسبوع الماضي اتوقع الاسبوع الماضي اتوقع اسبوعين هذا الماضي. طيب يعني هذا سكن يعني يعني بتلعب جيم تشتري هذا السكن راح يكون هذا، لكن انصحكم انتبهوا لها في هذا الجيم في طريقة شحن. طيب الحين تدخل ستور، اخبركم عن تفاصيل الستور زي كذا. فحاول ان ما اخلي فيديو طويل، فانا بحاول بسرعة اخلص. تدخل الستور ما يطول، ما اعرف اذا نتك جميل ما يطول، اذا نت مخيس يطول. اذا تدخل ستور هنا انتبهوا، هنا يخبرك الاعلانات السيل التخفيضات حق السكن او الشخصيات. اوكي هنا يخبرك كل شيء. هنا الشامبيون تشتري شخصيات، تيجي تشتري شخصيات زي كذا. انزين انتبهوا، هنا هذا الار بي وهنا اي بي. هذا رايت بوينت نقاط رايت. هذا رايت تستخدم حق الشحن، يعني تشحن بفلوس الفيزا او باي بال او كاشو زي كذا. وهذا من الجيم تحصل من الجيم، يعني كل ما تلعب جيم راح يعطونك اي بي اذا فزت او خسرت. يعني ما هنا كلهم في هناك في نظام في كاستوم، يعني تصنع جيم يعني جيم عادي نفس زي كذا تلعب. عشان نقول بعد شويه الحين ايش شايفه. عندك ار بي حق الشحن، عندك سكنات عندك لازم تشتري شخصية عشان تستخدم سكن حقه. طيب زي هذا عندك شخصيات كثيرة فهذا سكنات حقهم. عندك وورد سكين. الوورد هو عبارة عن كيف اقول لكم، عبارة عن وردة. اوكي هذا الوردة تخليه في مكان مظلم انت ما تقدر تشوف عليه في الماب، عشان يمديك تشوفها بعدين. يعني بتحطيهم تلعب.
يعني يعني العدو يعبر من هناك تقدر تشوفه، لان الخريطة راح يكون مظلمة. المكان اللي فيها الشامبيون فريقك حقك والتورنت والمينيوس، يعني راح يكون واضح عندك في الخريطة. هنا السمر ايكون، هذا السمر، هنا سمر ايكون هنا سمر ايكون راح يطلع لك هنا، تختار سمر ايكون زي كذا. هنا روز، وهذا الروز ضبط فيه يعطيك قوة زي كذا. لكن انصحكم يوم تحتاجون ما هذا لا تمسوه ابدا. هنا الروس لا تدخلوه ولا تمسوه ابدا ولا تشتروا منه شيء الين توصلون ليفل 20. اقل شيء ليفل 20 عشان تضبط تعطيك قوة زي كذا. فانصحكم يعني تستخدمها في ليفل 20. هنا هنا البوتس، هنا البوتس الاشخاص اللي حابين يحصل اي بي هذا، يعني الاي بي بوستر مسطع، يعني تحصل اكثر. مثل الحين انا لعبت جيم حصلت 49 اي بي، فانا اذا حصلت اكثر فاستخدم هذا الاي بي بوستر او الاكس بي بوستر. يعني حق الاكس بي، هذا الاكس بي راح يكون هنا هذا الشكل فوق السمر نيم زي كذا، سمر نيم وتشتريه. فانا ما يحتاج، انا خلاص وصلت الماكس ليفل فما يحتاج اشتريه. فهنا بوندلس يعني تشتري اشياء زي كذا. الباكس يعني عندك شامبيون بوندر يعني يعطيك اي شخصية، عندك السكنات يعطيك ايش سكنات. هنا تشتري روز، هذا الروز قدوك لا تهتم فيه، هذا يعطيك اي سكن الشخصية. هنا سمر ايكون يعني يعطيك سمر ايكون زي كذا. هنا الاكونت، هنا يعني راح يسجل فيه تبى تغير سيرفر حقك. يعني مثل قلت لكم في البداية سيرفر حق تركي، روسي، لاتيني، امريكا الشمالية اللاتينية زي كذا، او اي ويست. هذا تغير ليك السمنر نيم. لازم اذا انت بتغير اما تستخدم الار بي ولا اي بي. هنا الكوت، يعني مثل عندك ريديم، عندك رمز زي كذا حق لول فيها مثل $10 كاشيو، اذا $10 كاشيو، 25 كاشيو زي كذا. تيجي هنا وتكتب سامحونا اسفين هذا. فهنا الباشرة هنا يسجل عندك هنا يسجل عندك انت وش اشتريت، وش اشتريت زي كذا، هذا الاشياء اشتريتها. هنا الباشرة ار بي، هنا تشتري في الار بي يعني تشحن. هنا تشحن ويش وزي كذا، وكم تبغى وكم دولار وزي كذا. فين نستخدم الان في سويس راح يستخدمون نظام الاوروبي زي كذا. عندك باي بال، عندك البريميت كارد يعني كما قلت لكم الريديم زي كذا رمز يعطوكم. عندك كاشو، عندك يو كاش كاشة كاش زي كذا. فهنا تشوف حسابك. طيب هذا حسابي اوكي. انا الحين في البرونز، سولو دول كويك برونز، بعد ما لعبت يعني ما انضميت في تيم زي كذا. هنا الرومر الالعاب اذا ما وصلت لي في 30 يعني ما في رانك كذا، العاب جيم عادي. طيب هذا ما حيطلع لكم الا اللي تدخلون رانك وتلعبون في رانك. هنا الليجندريز يعني اللي وين وصلت انت. هنا اللي يسجل لك ال الالعاب الماتش زي الماتش زي كذا. الشامبيون شخصيات موجودة. الروس ابدا لا تمسوها الحين. عندك الماستريس، هذا الماستريس يساعدك على تضبط يعني كل شخصية عندها ماستريس. مثل اش الادي كاري يعني بتلعب ايش، لما تلعب اتاك بتاخذ سيوف زي كذا، اتاك سبيد زي كذا، موف سبيد، وارمر زي دفاعات زي كذا. هذه راح تساعدكم، راح تفهمون. اذا ما كيفكم تفهم راح احط رابط في الديسكربشن يعني عن شخص اخوي، فممكن تعطوا سبسكرايب زي كذا. ف اتمنى ان تفهمون وش قلت وزي كذا. فانا احاول يعني شكلي طولت كثير في الفيديو، يعني اعذركم على هذا التطويل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همكم لا تنسون صراحة اللايك، سبسكرايب. اذا عندكم اي سؤال، اي تفسير، او في اي خطأ قلته ولا شيء ما فهمتوا شيء في اي دقيقة ولا شيء، بليز علقوا حطوا كومنت زي كذا.
اعجاب واشتراك. بليز لا تنسوا هذه الاشياء الثلاثة. اذا تبون تشوفون تتابعون زي كذا، راح حط تطور شرح حق العاب تانية زي كذا، حق سمايت والدوتا وزي كذا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على مشاهدتكم، فلا تنسوا اللي قدركم. يلا مع السلامة، واشوفكم على القريب.